وتقدير لأسرة كرة السلة المصرية. شايف أجيال مختلفة موجودة من كرة السلة المصرية والرياضيين اللي دايما كده بفرح بيكم وبشوفكم الحقيقة في كل محافظات مصر من قطاعات الناشئين لغاية الفريق الكبير اللي شرفنا وهيشرفنا إن شاء الله. شرفنا وشرفنا بفكر مجلس إدارة دايما بقول عليه مجلس إدارة محترم جدا، الدكتور مجدي أبو فريخة وفريق العمل الحقيقة جهد متواصل. أنا يعني كان ليا حظ وقدر إن يكون فترة انتخابية وينجحوا الفترة الثانية بفضل أدائهم وتنسيقهم وتنظيمهم الكبير. والحقيقة من البداية مشارك رؤيتهم التطويرية. إنجاز كبير إن يكون عندنا ال NBA في مصر، إنجاز كبير يعني في مشروع قومي من ضمن كرة السلة، مشروع قومي الموهبة والناشئين، وأيضا مشروع آخر للقطاعات المختلفة. يعني أنا حابب أقول سواء الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة، الأستاذ عمرو صلحي، الأستاذة رحاب، الأستاذ خالد الأوسي، الأستاذ إيهاب محسن، الأستاذ حسين البشبيشي، الأستاذ محمد فتحي، الكابتن أو الأستاذ حمدي المناعي. يعني يسعدني إن أنا أقول أسامي المجلس ككل، والإدارة التنفيذية الأستاذ محمود الحلو. الحقيقة كلكم بتشاركوا في هذا التطوير الكبير، وطبعا المهندس محمد طلبة مش موجود، الحاضر الغايب ودوره الكبير. حتى لو هو موجود هو بيمثل مصر وبيمثل هذا الاتحاد في ان يكون في ال NBA في مصر، وده حلم كبير جدا الحقيقه، وهو معانا في اسره التطوير. الحقيقه كمان ان الوصول للفريق الكبير لكاس العالم ده شيء مهم جدا، وان احنا يكون ادائنا ان شاء الله يكون مميز بفريقنا القومي كده قلب مصر وفلنة مصر تكون موجوده. انا عارف تحدي كبير، سيما ان هو السنه دي في 3 دول، وده بيحصل في كره القدم ايضا. اصبح يعني النسخه القادمه تكون 3 دول برضه، وده بقى شكل التنظيمات في العالم بشكل كبير، وده اداء احترافي يعني. لكن اليوم مناسبه ان احنا نحتفل ويكون في اتروف تور او رحله كاس العالم، ان احنا نشرف ان هي تكون موجوده. ما هو احنا لو ما وصلناش كاس العالم ما كانش التور هتيجي مصر، فبالتالي واحده من الانجازات ان احنا وصلنا، فالتور يعني جت مصر ان هي تروح الاسكندريه، والاسكندريه معقل كبير لكره السله بمحبيها. عشان كده يمكن مجلس الاداره اختار ان هي تكون في اسكندريه، واختار مباراه يعني النهائي للوصول ان هي تكون في اسكندريه. والحقيقه كنت متواصل مع معالي المحافظ في وجوده واستقباله، كمان ان هي تروح اهم معالم مصر، لان العالم كله ما فيش فيه الا هرم واحد بس بالاثار الفرعونيه، ان هي تكون في مصر، وايفينشولي او اخيرا ان هي تكون موجوده هذه الرحله يعني مع وزاره الشباب والرياضه. تشريف كبير لينا الحقيقه كمظله حكوميه للمنظومه الرياضيه. وزاره الشباب تحتها بتدير من خلال او غيرها سواء الاتحادات الرياضيه المصريه ولها كل الاحترام والتقدير، واللجنه الاولمبيه لهم كل الاحترام والتقدير نحو اهداف. احنا كل يوم الحمد لله، انا بقول لكم رياضيين مصر وشباب مصر اللي موجودين، لو فتحتوا كل يوم هتلاقوا زمايلكم بيجيبوا يا كاس عالم يا بطوله عالم يا بطوله افريقيا في كل الالعاب، سيما الالعاب الفرديه اللي احنا مركزين فيها، بالاضافه للالعاب الجماعيه هاندبول والسله، وان شاء الله في المستقبل الفولي. الحقيقه كره القدم، يعني انا دايما بقول الرياضه المصريه مش كره قدم وبس، مع اهميه كره القدم، لكن احنا عاملين طفره كبيره جدا لازم نتبسط بيها ونفرح بيها وتحفز الشباب المصري. مصر ده حاجه، او دي حاجه كبيره جدا واسم كبير جدا، كلنا بنعمل في اخلاص، كلا في نطاقه وكلا في عمله. الحقيقه يعني بريفلي انا قريت عن الكاس ان هو من 1950، والحقيقه احنا يعني درسنا زمان قوي كده ان جيمس نايت سميث
استاذ في جامعه امريكيه، وكان قاعد بيفكر وبعدين رمى ورقه في سله قدامه في الباسكت، فلما رماها بدات فكره كره السله